النهارده هنعمل مع بعض صينية فريك بدون لحوم، لكنها صينية متكاملة فيها البروتين النباتي وفيها خضار، وطعمها بجد لذيذ جدا. وجبة مشبعة قوي، يعني أي حد هياكلها كده مش محتاج حاجة تاني جنبها. أول حاجة أنا جبت كوبايتين من الفريك ونقيتهم كويس جدا. حتى لو جايبينهم أكياس معلبة برضو تنقوها كويس وتغسلوها بتاع 5 6 مرات، وبعد كده تنقعوها في كوبايتين من المية لمدة ساعتين، وبعد كده بنغسلها من مية النقع ونصفيها كويس جدا. هنجيب بقى طاسة ونحط فيها 3 معالق كبار من الزيت، وهننزل عليها ببصلتين نكون مقطعينهم مكعبات صغيرة كده، وهنفضل نقلبها لغاية ما البصلة ما تبقى شفافة وتاخد لون أصفر خفيف جدا. بعد كده هنضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. أنا هنا كان عندي ثوم مفروم مع فلفل فاستخدمته عادي جدا. وأول ما ريحة الثوم تبدأ تطلع نقلبها مع كل البصلة تقلبتين 3 كده، وبعد كده هنضيف المكون التاني. انا هنا هستخدم المشروم الفريش، دول 200 جرام من المشروم، نضفتهم وقطعتهم بالشكل ده. هنقلبهم بقى لغاية ما المشروم ما ياخد لون حلو. طب لو مفيش مشروم وعايزين تستخدموا حاجة تانية، ممكن تستخدموا كوباية لكوباية ونص من البسلة والجزر. لو هما يعني مجمدين هنستخدمهم على طول، لكن لو فريش يفضل نديهم نص سلقة. كده خلاص المشروم وصل للون اللي انا عايزاه، لون ذهبي كده حلو قوي. بعد كده نزلت عليه بقرن فلفل يكون حراق شوية، لكن لو انتوا مش عايزينها تبقى سبايسي يبقى استغنوا عن الفلفل ده. اديتها تقليبة، وبعد كده هنزل بكل كمية الفريك اللي احنا كنا نقعينها. طبعا احنا مصفيينها كويس جدا من مية النقع بعد ما شطفناها كمان. هنقلبهم بقى مع بعض كده بتاع 3 4 دقايق. عايزة الفريك ياخد الطعم كله بتاع البصل والثوم والمشروم والفلفل كمان، ده اللي بيخلي النكهة والطعم بعد كده قوي جدا. لو هتعمله في حلة او في طاسة ستانلس زي ما انا بعمل كده، لازم ايدكم تبقى فيه على طول تقلبوا كده عشان ما تلزقش. بعد ما قلبتهم 3 4 دقايق مع بعض، هحط اخر حاجة وهي كوباية كده من الفلفل الالوان، من كوباية لكوباية ونص، يعني انا تقريبا مستخدمة كوباية ونص. وبعد كده احط التوابل: معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة من الفلفل، معلقة من الملح، ونص معلقة من الكزبرة. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. ممكن نكتفي لغاية كده ونضيف المية ونكمل التسوية، بس أنا بحب أضيف لها معلقتين كبار من الصلصة كده، بيدي طعم حلو. في نفس الوقت هي مش هتبقى فيها يعني صلصة أو صوص أحمر كتير. يعني لو مفيش صلصة ممكن تضربوا طماطم، يعمل كوباية كده من عصير الطماطم وحطوها على النار تتسبك كده شوية، وبعد كده ضيفوها على الخليط ده. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده بنزل عليها بكوبايتين وربع من المية السخنة، وكنت مدوبة في المية مكعب من مرقة الخضار. هنقلبهم مع بعض كويس قوي كده، وبعد كده ندوق المية عشان نتأكد ان الحياء مظبوط. وهسيبها بقى تاخد غلوتين 3 على النار بالشكل ده. احنا ممكن نكمل التسوية في الطاسة اللي احنا مستخدمينها عادي جدا، نغطيها ونسيبها كده على نار هادية تكمل التسوية بتاعتها، او نحطها في الفرن. انا بفضل ان انا احطها في الفرن بصراحة، فبديها غلوتين 3 من فوق لغاية ما بتبقى كأنها 3/4 تسوية كده. بعد كده بحطها في الصينية او في الطاجن وادخلها الفرن. انا هنا حسيت ان المية يعني قلت قوي، وحسيت انها لسه محتاجة شوية مية، فضفت ربع كوباية مية. فانا كده اجمالي خدت معايا كوبايتين ونص من المية. بس هي ممكن تاخد معاكم كوبايتين وربع، كوبايتين ونص، حسب نوع الفريك اللي انتم مستخدمينه، وكمان نقعتوها قد ايه. بعد كده بغطيها بورقة فويل بالشكل ده وبدخلها في الرف اللي في النص. حرارة تكون متوسطة على 180، بتاخد تقريبا 30 او 40 دقيقة. بفتح عليها وبشيل يعني ورقة الفويل في الاخر، واسيبها كده تتشرب كويس وتاخد طبقة من فوق كده لذيذة. وده شكلها بعد ما خرجت. بجد ريحتها تجنن، مفلفلة قوي وطعمها لذيذ جدا. والصينية في الفرن حاولوا تدوقوا برضو الفريك، لو حسيتوا ان المية نشفت خالص وهو لسه محتاج مية، عادي جدا طلعوها وضيفوا شوية مية، بس طبعا المية تبقى سخنة. شايفين بقى حلوة قد ايه ومليانة الوان وحاجة كده تفتح النفس. والفريك ده يعني بديل حلو قوي وصحي عن الرز. ممكن نستخدمه في العادي كمان بدون مشروم والخضار كده، بس نشوحه في بصل ونسويه زي الرز بالظبط. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات عشان بيفرق معايا كتير. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.